مش البشر بس اللي بتعمل حاجات غريبة، الحيوانات كمان بتعمل حاجات أغرب. ويا سلام بقى لو الحاجات دي حصلت قدام الكاميرا. النهاردة هوريكم الحيوانات وهي بتعمل حاجات غريبة أمام الكاميرات. وأنا بأكد لك إن فيديو النهاردة من أغرب الفيديوهات اللي عملتها قبل كده، وصدقني هتعجبك. وآخر لقطة هتصدمك حرفيا. كملوا الفيديو للنهاية واحكم بنفسك. بس قبل البداية تعالى ناخد حسنتين ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عبد من قناة عين الحياة، ادعمني بلايك وادعمني باشتراك عشان أقدر أستمر، ويلا بينا. صاحب الكلب خدع الكلب باللعبة دي، لكن شوف رد فعل الكلب أغرب مما يكون، كأنه إنسان بالظبط. القرد ده دماغه عالية قوي، بيسقسق الفينو بالشاي ومش شاغل دماغه بحد. الخروف ده تقريبا كده عاوز ينتحر، كل ما ينقذه من الحفرة يجري وينط فيها تاني. أنا لو بلعب مع صاحبي مش هيفهمني بالسرعة دي. من أغرب اللقطات النهاردة، الزرافة فكرتني بنفسي وأنا صغير، كنت بعمل كده تحت المطر. الطائر ده غريب جدا، عارف المطلوب منه وبيعمله، وكمان بيقدر يميز بين درجات الألوان. أنا نفسي بعرفش أعمل كده. الكلاب سهل تنخدع زي ما انتوا شايفين، فاكر إن العظمة دي موجودة ومش عارف ياخدها. إيه الريحة دي؟ يبقى اغسل رجلك يا أخي، جاتك القرف. يا دماغك يا أخي، أكلك شربك مسلسلك المفضل والدنيا تولع، المهم تبقى رايق. البطريق ده بيفكرني بنفسي، لما بلاقي فقاقيع هوا في الشارع ببقى زي العبيط. الوزة دي شكلها متضايقة من الكلب، اديته واحدة هوك كده على السريع. يا ترى هلحق ألم المنهج ده كله؟ طب أذاكر من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ انت هتذلنا عشان هتأكلنا؟ اتفو عليك، قرب أكلك مش محتاجين منك حاجة. أنا نفسي في الطائر ده، أكيد هيساعدني في حاجات كتير. استجابة غريبة قوي، كأنه بيكلمهم بالإشارات اللاسلكية من الدماغ للدماغ. القطة دي لقت أكل ليها ولولادها وللشارع كله. ايه الجاكيت الحلو ده؟ ما تقلع كده يا عم لما نشوفه وانا هسرقه. تصدق جامد قوي، وكمان على قدي. اقفل لي السوستة بتاعته بقى. الراجل ده عمل خير واكل الغزالة دي، تاني يوم جابت له كل الغزلان اللي في الغابة، وبصراحة الراجل طلع كريم واكلهم، لكن الغزالة بقت تجيله كل يوم. القطة دي مش كفاية انها بتاعت مشاكل، دي كمان اكبر متنمر في البيت. ده اكلي على فكرة، بس عشان ما تفكروش اني بخيل، خدوا شوية اهو، بس كفاية كده. انت لسه هتبصيلي؟ يلا غوري في داهية. تقريبا كده الراجل ده معهوش فلوس عشان يشتري اكل للطائر، فخد ونزل عشان يلقط رزقه من كل واحد شوية. فين الطعم اللي انا بحبه؟ كان هنا اهو، لقيته خلاص.
هو أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي؟ مفيش حاجة بتمشي غير بيا؟ الطائر ده واخد كل وسائل الأمان ولابس الخوذة حفاظا على نفسه من أي خطر. أمك لو شافت الكلب ده ممكن تستغنى عنك. الكلب بيساعد صاحبته في كل حاجة، كل مرة بيجري عليها ويساعدها. كلنا محتاجين كلب زي ده في حياتنا. ايه ده، معقول الفيديو خلص؟ هو دايما كل الوقت الحلو بيعدي بسرعة. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.